ودي رابطة الحاجة هلالية بتقوم تربطها كل يوم الصبحية عشان تعرف تعمل مهام اليومية، لأن بتبقى أعصابها تعبانة، ويا عيني ست كبيرة وخلاص سنها ما عادش فيه ومتدغدغة، بس أكيد بعملها الحلو هتكون راضية ومرضية ومتهنية. خلاص طيب الرابطة دي مزعلاك في ايه يعني؟ اي حد يزعل يروح يشرب من البحر. وبعدين والله ده انا غلطانة لما اقول كده كمان، لان البحر شفا. يعني الانسان لما بينزل بحر لو في حبة التهابات في جسمه بيروحوا، لو رجليه وجعاه بيتستشفى، كون انه طبيعي وخلقة ربنا ففيه الشفا. فاللي زعلان ندعي له بالهداية؟ لا يا عم الله لا يهديك. ليه؟ لان الهداية مش هتيجي بدعوتي ليك، ده هي بتبدأ من نفسك، والله هو الهادي. يعني الإنسان لو مغيرش من حاله ودعا ربنا إن ربنا يشفيه من الغل والحقد اللي هو فيه، عمر الدعوة بتاعتي لو قعدت 1000 سنة ما هتهديه. زي العيل كده اللي يبقى فاشل ويقول لأمه والنبي تدعي لي يا ماما، واحنا ما بنحبش نقول والنبي، يعني هو لفظ متداول ولكن لا يجوز الحلفان بغير الله. والله يا ماما لا تدعي لي، ما انا بقالي 3 سنين بدعي لك يا ابني، هو انت مش عاوز تطلع ليه؟ لانه ما بيذاكرش. فده حال الشخص اللي ربنا مش هديه ومش عاوز ياخد بالاسباب. خلاص فانا مش عارفه الرابطه بتاعتي مزعله الناس ليه بصراحه. اهو احلى ربط واحلى حاجه جميل. يا سلام يا سلام على البساطه. ايه ده؟ بونبونايه وشوكولاته، هي كده يا محلى عيش البساطه والقعده واكل الشط عند العروسه ونحط البط. طبعا اي كلام في اي كلام بينقال اهو في الاواخر، يعني ما فيش داعي ابدا الانسان يبقى على طول الخط جد ولا على طول الخط هزي ولا على طول الخط، لان احنا مش ماشيين على الصراط المستقيم. يهدينا ويهديكوا ربنا اجمعين. يا سلام على الحاجه هلاليه يا ولاد، عسل عسل عسل. دمتم